يا ترى ما كل التطور اللي بنشوفه في أنظمة التشغيل أجهزتنا سواء كمبيوتر أو موبايل لسه فعلا محتاجة برنامج أنتي فيروس؟ ده سؤال بيجي في بال ناس كتير قوي. في الشرح ده هنحاول نجاوب على السؤال ده بالتفصيل ونشوف الحقيقة فين بالظبط. وخلينا نكون محددين أكتر كمان، هل فعلا لسه محتاجين برنامج حماية في 2025؟ يعني دلوقتي خلاص بقى عندنا حماية مدمجة قوية زي ويندوز ديفندر، فهل فكرة إن الواحد ينزل برنامج حماية إضافي دي لسه ليها أي لازمة؟ بصراحة ناس كتيرة قوي شايفة إن الإجابة لأ، بس الحقيقة ممكن تفاجئكم شوية. عشان نفهم حجم المشكلة كويس، بصوا معايا على الرقم ده: 450 ألف. الرقم ده بيمثل إيه؟ ده عدد البرامج الخبيثة والتطبيقات المشبوهة الجديدة اللي بتطلع للنور كل يوم. أيوة، زي ما سمعتوا كده، يومياً في حوالي 500,000 تهديد جديد بيظهر في العالم. الرقم ده لوحده كفيل يورينا إن الخطر مش بس لسه موجود، لأ، ده بيتطور وبيكبر بسرعة مرعبة. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول وندي إجابة مباشرة على السؤال الأساسي، ونحدد بالظبط مين اللي بيكون معرض للخطر أكتر من غيره. الإجابة البسيطة والمباشرة هي أيوة. من الآخر كده، في أغلب الحالات أي جهاز لسه محتاج شكل من أشكال الحماية. يمكن الاستثناء الشبه الوحيد هو أجهزة الآيفون والآيباد، وده طبعاً عشان طبيعة نظام التشغيل بتاعهم المقفول جداً. لكن لو بنتكلم على أي جهاز ويندوز، ماك أو حتى أندرويد، فبرنامج الحماية لسه ضروري وضروري جداً كمان. والرسم البياني اللي قدامنا ده بيوضح النقطة دي بشكل يخض بصراحة. 87% 87% من هجمات برامج الفدية بتستهدف أجهزة ويندوز تحديداً. دي نسبة ضخمة جداً، بتخلي أي مستخدم ويندوز هو الهدف الأول والأسهل للمهاجمين. وده معناه إن الحماية الإضافية هنا مش رفاهية خالص، دي ضرورة قصوى. طيب، في نقطة مهمة قوي لازم نوضحها. كلمة أنتي فيروس نفسها ما بقتش بتعبر عن الحقيقة كاملة. يعني زمان كان فعلا برنامج بيحارب الفيروسات وخلاص، لكن النهاردة المصطلح ده بقى أشمل بكتير، وبقى بيغطي حماية من تهديدات أوسع وأخطر من مجرد فيروسات. المصطلح الأدق النهاردة هو البرمجيات الخبيثة أو المالوير، وده يعني مصطلح شامل لأي حاجة معمولة مخصوص عشان تضر الجهاز. بنتكلم هنا عن حاجات زي برامج الفدية اللي بتشفر كل الملفات وتطلب فلوس عشان ترجعها، أو برامج تجسس بتسرق الباسوردز وبيانات الحسابات البنكية، أو حتى برامج ممكن تسيطر على الجهاز بالكامل من غير ما الواحد يحس. ودي مجرد لمحة سريعة على أنواع التهديدات اللي بنواجهها دلوقتي. الموضوع خلاص ما بقاش مجرد فيروس صغير بيبطئ الجهاز وخلاص، لا، في برامج فدية ممكن تكلف شركات ملايين، وفي عمليات تصيد واحتيال بتسرق بيانات بنكية، والجديد كمان إن في هجمات بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تهرب من برامج الحماية العادية. يعني من الآخر الخطر بقى أذكى ومتنوع أكتر بكتير. وده طبعا بيخلينا نسأل السؤال اللي بعده على طول. طيب، والحماية اللي جاية جاهزة مع نظام التشغيل زي ويندوز ديفندر مثلا، هل دي لوحدها كفاية؟ يلا بينا نقارن ونشوف. الجدول ده بيلخص لنا الفروقات الأساسية. شوفوا، الحماية المدمجة زي ويندوز ديفندر بتقدم خط دفاع أساسي، وهو كويس مش وحش. لكن البرامج المتخصصة غالباً بتقدر تكتشف تهديدات أكتر، وكمان التهديدات الجديدة أول بأول. والأهم من ده كله إنها بتوفر حماية بنسميها استباقية. يعني إيه؟ يعني بتحاول توقف الهجمات الجديدة قبل ما تحصل أصلاً. ده غير بقى المميزات الإضافية زي ال VPN أو مدير كلمة السر، ودي بتضيف طبقات أمان زيادة وبتحمي الخصوصية. وده بالظبط رأي الخبراء اللي بيأكد على نفس الفكرة دي. بيقولوا إن الحماية المدمجة دي عاملة زي شبكة أمان أساسية، لكن لو الأمان القوي بجد هو الأولوية، فالحلول الخارجية بتقدم طبقة حماية إضافية مهمة جدا ضد التهديدات اللي بتتطور كل يوم. تمام قوي. بما إننا شبه اتفقنا إن الحماية الإضافية دي مهمة، يجي بقى السؤال العملي اللي كلنا بنفكر فيه: هل ده معناه إن لازم ندفع فلوس ولا ممكن البرامج المجانية تكون كافية وتعمل الواجب؟ المقارنة دي بتوضح الفرق كويس جدا. البرامج المجانية بتقدم حماية أساسية، وده طبعا أحسن من بلاش، لكن غالبا بيكون ناقصها مميزات مهمة زي جدار حماية قوي أو حماية مخصصة ضد برامج الفدية، وكمان في الغالب بتكون لجهاز واحد بس. ده غير الإعلانات اللي ممكن تكون مزعجة. الناحية تانية بقى، النسخ المدفوعة بتقدم باكج أمان متكامل، بتغطي كل الأجهزة باشتراك واحد، وبتدي أدوات متقدمة بتحمي من أخطر أنواع الهجمات. طيب، في الجزء الأخير ده عايزين نلخص كل الكلام ده في شكل نصايح عملية عشان كل واحد يقدر يحدد إيه هو مستوى الحماية المناسب ليه بالظبط، وده طبعاً على حسب طبيعة استخدامه.
النقطة المهمة هنا إن كل واحد فينا محتاج يسأل نفسه السؤال ده بصدق. طريقة استخدامنا للأجهزة هي اللي بتحدد حجم الخطر اللي ممكن نتعرض له، وبناء عليه بنحدد مستوى الحماية اللي محتاجينه. يعني مفيش إجابة واحدة صح لكل الناس. خلينا نقول إن الحماية الأساسية سواء اللي جاية مع الجهاز أو المجانية ممكن تكون كفاية لو الشخص استخدامه حذر جدا. يعني إيه؟ يعني بيستخدم الجهاز عشان يتصفح مواقع كبيرة ومعروفة، بينزل برامجه من مصادرها الرسمية وبس، دايما بيحدث نظام التشغيل والمتصفح، وبيبعد عن أي لينكات أو ملفات شكلها غريب. في الحالة دي مستوى الخطر بيكون أقل. أما بقى الناحية التانية فالحماية الإضافية المدفوعة بتبقى ضرورة لو الشخص بيعمل أي حاجة من دول: بينزل برامج من مصادر كتير ومتنوعة، بيستخدم شبكات الواي فاي العامة في الكافيهات والمطارات كتير، بيتعامل مع بيانات بنكية أو معلومات شخصية حساسة أونلاين، أو محتاج مميزات زيادة زي الرقابة الأبوية عشان يحمي باقي أفراد الأسرة، أو محتاج VPN عشان يحافظ على خصوصيته. الخلاصة إيه بقى؟ إن في عالمنا الرقمي النهاردة أغلبنا لسه محتاج طبقة حماية إضافية. القرار في النهاية بيرجع لتقييم كل واحد فينا لقيمة بياناته وأسلوب استخدامه. حياتنا الرقمية دي بصورنا وملفاتنا ومعلوماتنا البنكية قيمتها كبيرة جدا، والسؤال الأخير اللي لازم كل واحد يسأله لنفسه هو: هل حماية العالم ده يعتبر استثمار ضروري ولا مجرد مغامرة ومقامرة بالحظ؟